المشربيه اللي في كل شارع في مصر اتجنست وبقت حجازيه. هو التراث المصري ده ملوش اهل يسالوا عليه؟ المصريين من قديم الزمن هم الافضل في العالم في الفن وحرفه النجار، بل هم اللي اخترعوا واسسوا حرفه النجار، وتشهد عليهم اعمالهم الانجازيه من الاف السنين. لا، دول هم اول ناس في التاريخ اخترعوا ادوات النجار. واخترع النجار المصري في العصور الوسطى والاول مره طريقه التعشيق والتجميع والخرط في الخشب، ومجموعه وناتج الطرق اللي النجار المصري اخترعها هي المشربيه المصريه. الاختراع العظيم ده كان في البيوت والقصور والمباني الحكوميه والكنائس، واي مبنى في مصر كان لازم يبقى فيه المشربيه المصريه، وده لعده اسباب. لان هي كانت عباره عن تكييف مركزي للبيت، فكانت بتلطف درجات الحراره، وكانت بتتحط قدامها وتحتيها القلل، فكانت بتطلع كانها طالعه من الفريزر. والاعجاز الهندسي اللي فيها ان هي كانت عامله زي الازاز الفوميه كده، اللي جوه يشوف الناس اللي في الشارع، والناس اللي في الشارع ما تشوفش اللي جوه البيت. يعني خصوصيه جديده وكاميرات مراقبه وثلاجه للميه وتكييف مركزي للبيت. طب نلاقي فين اقدم المشربيات في مصر؟ في طنطا بلدي، انزلوا اسم اول هتلاقوا اسم اول كله متروس. وطبعا اقدم المشربيات في العالم كنيسه ماري جرجس اللي معموله في القرن الرابع الميلادي، القاهره شارع المعز، وبيت الكريتليه وبيت السحيمي وبيت الرزاز، وغير طبعا من اول اسكندريه لغايه الصعيد. ويتنقل الفن وحرفه النجاره بشكلها الاحترافي لبلاد الحجاز مع الفتح الاسلامي لمصر على ايد عمرو بن العاص.